بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم اخواتاتي معايا في القناة، إن شاء الله تكون أموركم بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم السردين طيب في الكوكوط بطريقة رائعة، وكيجي لذيذ بزاف كيجي بمذاق المعلب وأحسن منه. إن شاء الله تجربوا الطريقة هذه وتنال إعجابكم. طريقة سهلة بزاف وكيجي لذيذ، واهم حاجه انه صحي. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم اخواتي. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير، الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه فعلوا الجرس وتابوناو عندي باش يبقى يوصلكم الجديد باذن الله، فضلا وليس امرا. ودائما كنرحب بالناس الجداد اللي انضموا عندي القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، نورتوا لي القناه. ودابا غندوزو للمقادير اللي هي سهله بزاف. بسم الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا السردين. انا هنا خديت كيلو ديال السردين، بطبيعه الحال خصو يكون جديد ومغسول منقى مزيان على هذه الطريقه. بالنسبه لي انا ما حيدش ليه السلسول اخواتي، يمكن لكم تحيدوا ليه. على هذا الشكل كيتغسل ويتسقطر مزيان ضروري يكون جديد اخواتي. عندي واحد 4 كاس ديال الزيت البلديه، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخل، اي نوع ماشي مهم الابيض ولا الاحمر. وبالنسبه للتوابل عندي هنا نص معلقه صغيره ديال التحميره، 4 معالق صغيره ديال الكمون، ما تقوش كمون بزاف اخواتي، والملح حسب الذوق، معلقه صغيره عامره مزيان ديال القزبر حبوب، وعندي هنا واحد نص معلقه ديال الزعتر، وعندي اوراق سيدنا موسى، وواحد الدرس ديال الثومه كبير. بالنسبه لي انا هنا قطعته شرائح، يمكن لكم تخلوه الا كان صغير غير هكا اخواتي بلا ما تقطعوه. صافي غنجيب طنجره ديال الضغط وغندير فيها الزيت الخل ودوك التوابل، غنخلطهم مزيان كما كتشوفوا، ولا غندمج دوك المكونات مزيان على هذا الشكل. وكصافي كنديرو في الكوكوط على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ضروري كنصطفوه هكا، كنقادوه كنقادو داك السردين وحده بهذه الطريقه هذه. صافي كما كتشوفوا على هذا الشكل، ما كنضيفش الماء، ما كنضيفوا ليه حتى شي اضافه، فقط هذا الشيء. صافي كندير الغلاقه ديال الكوكوط وكنسد الكوكوط وكندير صفاره وكنخليها فوق بوطه على عافيه مهيله حتى كتصفر. ملي كتصفر نحسب 10 دقائق فقط وكنطفي البوطه. صافي اخوتي كتكون طابت. وبالنسبه ملي دوز 10 دقائق وتحلوا الكوكوط، الا لقيتو باقي فيه الماء كتخليوه حتى عفوا داك الماء ديال السردين اللي كيطلق، اما هو راه فقط ديك الزويته والخل اللي درنا فيه. وانتم كتشوفوا معايا الماء اللي طلق ماشي شي حاجه كثيره، يعني كيوقف داك الزيت اللي حنا ضفنا اخواتي. صافي بالنسبه لي انا هذا الزيت هذا هو كافي اننا غنقدموا معاه، ماشي مشكل. وانتم الا حليتو لقيتو بزاف فيه يعني طلق لكم الماء كثير، غتخليوه حتى كيشرب اخواتي، عاد كتقدموا. صافي غندير واحد الصحن وغنقدموا معكم. كيجي رائع، كيجي بطريقه السردين اللي كناخذوه في العلب اولا معلب، وكيجي رائع اخواتي بطريقه سهله بزاف وكيجي لذيذ. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم اخواتي. صافي اخواتي غنقادو هكا في الصحن وغنسقطر عليه ديك الزويته اللي بقات في الكوكوط. وكما كتشوفوا هو ما كيلصقش في الكوكوط هكا، يعني نحيدو داك الزيت سقطروه، وكنحيد ديك اوراق سيدنا موسى وكنقادو هكا في الصحن على هذا الشكل. كيجي رائع، وداك الاضافه ديال القزبر حبوب كتعطيه واحد الريحه زوينه بزاف اخواتي، كيجي لذيذ. يمكن لكم تضيفوا معاه الفلفله حاره المزود دوك الصغيورين، حتى هما كيعطوا فيه واحد الاضافه رائعه اخواتي. بالنسبه لي ما كانوش معكم يعني ما ياكلوش اطفال، لانه كيطلق الحروره وكيجي رائع. هاد السردين هذا بهاد الطريقه جربوه. نبدلوا شويه على اننا كنطيبوه في الفران اولا كنطيبوه يعني مقلي مشوي، على حسب كل واحد كيفاش كيقدموا. حتى هاد الطريقه جربوها غتنال اعجابكم اخواتي، وكتكون سهله بالزربه كيوجد وصحي. والطريقه ديالو سهله بزاف، واهم حاجه كيجي لذيذ بزاف والطريقه ديالو بسيطه كما كتشوفوا معايا. وكما قلت لكم انا خليت ليه السنسول، ولكن ملي كيطيب راه كيجي ساهل انكم تحيدوا دوك كتهزوا هكا الطريفات ديال الحوت بطريقه سهله بزاف. ساهل ما كيكونش فيه عناء، لانه ملي كيكون باقي خضر كيكون صعيب انكم تحيدوا منه السنسول. ملي كيكون السردين جديد كيكون صعيب انكم تحيدوه. داكشي علاش ما حيدتوش انا، خليته طاب به على حسب الذوق ديالكم. كما قلت لكم يمكن لكم نتوما تحيدوه قبل اولا تخلوه حتى لهذا الوقت هذا. كما كتشوفوا معايا كتبقى ديك الهبيره ديال السردين كتجي رائعه. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم اخواتي. الطريقه ديالو بسيطه بزاف، وكما قلت لكم نبدلوا الطريقه ديال التقديم ديالو اولا ديال الطياب ديالو على الطرق الاخرين اللي كنا كنوجدوا. ان شاء الله تجربوا الطريقه اخواتي وتنال اعجابكم. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه
فعلوا الجرس وتابوناو عندي باش يبقى يوصلكم الجديد بإذن الله فضلا وليس أمرا. وما تنسونيش أخواتي من جيم، خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.